متخيل ان توم هاردي اللي بقى فينوم كان هيتحبس بسبب ادمانه؟ وده غير انه عمل معظم مشاهد الاكشن بنفسه واتصاب اصابات خطيره. في الحلقه دي هنعرف ازاي بقى اخطر نجم في هوليوود واسرار محدش يعرف عنها حاجه. انا حبيبه مصطفى وده برنامج اسرار مشاهير هوليوود. توم هاردي الراجل اللي خلى فينوم يبقى ملك مارفل. من اول ظهور ليه بدور بن في ذا دارك نايت ريسز الجمهور وقع في حب شخصياته المعقده، بس ورا الكاميرا توم عنده حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفه بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن سر قوته واخطر مشاهد الاكشن اللي عملها بنفسه واغرب حاجه عملها علشان الدور. توم اتولد سنه 1977 في لندن وبدا التمثيل في المسرح، لكنه كان بيعاني من مشاكل ادمان المخدرات والكحول، وده خلاه يتعرض لمواقف صعبه كانت هتدمر حياته، لدرجه انه دخل مصحة للعلاج وهو عنده 25 سنة. النقلة الكبيرة كانت مع فيلم برونسون سنة 2008 واللي لعب فيه دور سفاح تشارلز برونسون، وفضل يتمرن 7 ساعات في اليوم علشان يبني جسم ضخم، وده خلى النقاد يقولوا انه ممثل عنده جرأة غير طبيعية، وبدأت الشركات الكبيرة تتعاقد معاه. لكن الشهرة الأكبر كانت مع فيلم ذا دارك نايت ريسز واللي لعب فيه دور بن، وقدر يعمل مشاهد القتال بطريقة خلت الجمهور يتصدم منه، خصوصا انه زاد 15 كيلو عضلات علشان يقدر يبقى بالشكل ده، وفضل يتمرن على تغيير صوته لمدة شهرين. في سلسلة فينوم توم هاردي عمل معظم مشاهد الأكشن بنفسه، زي مشهد القتال في المطعم، ورفض يستخدم أي دوبلير، وفضل يتدرب على القتال اليدوي والجودو علشان يطلع واقعي. المفاجأة إنه كان بيسجل صوت فينوم بنفسه، وكان بيسجل المشاهد مرتين، مرة بصوته العادي ومرة بصوت فينوم، وده خلى المخرجين يقولوا إنه موهوب بطريقة مرعبة. في فيلم ماد ماكس فيري رود توم عمل معظم مشاهد المطاردات بنفسه، واتصاب في ظهره بسبب مشهد كان بيقفز فيه من عربية لعربية، وفضل مكمل رغم الإصابة. أجره في أول فيلم كان 5 مليون دولار، لكن بعد نجاح فينوم أجره وصل ل 20 مليون دولار في الجزء الثاني، وده خلى سوني تعتمد عليه بشكل كبير في عالم مارفل. حقائق سريعة. أول حاجة الهوس بالكلاب، توم عنده هوس بالكلاب وبيعتبر كلبه جزء من العيلة. تاني حاجة إدمان الشوكولاتة، توم مدمن على الشوكولاتة وبيقولوا إنه بيخزن منها كميات كبيرة في البيت، وبيعشق الدارك شوكليت أكتر من أي حاجة. تالت حاجة الهوس بالفنون القتالية، توم عنده حزام أزرق في الجودو وبيتمرن بانتظام في نادي بلندن، وبيقول إنه بيساعده يتخلص من التوتر. رابع حاجة أكلته المفضلة، توم بيعشق الكباب وبيقول إنه ممكن ياكل كباب كل يوم، وبيحب الكبسة السعودي بعد ما جربها. بعيدا عن الأكشن والتحولات، توم هاردي عنده مواقف إنسانية كتير. في موقف شهير توم أنقذ شاب من السرقة في لندن وفضل يجري ورا الحرامي لحد ما مسكه، وده خلى الجمهور يشيد بشجاعته وتواضعه. وكمان عنده مبادرة لدعم التعليم في المناطق الفقيرة، وبيتبرع بجزء من أرباحه للأبحاث اللي بتهتم بالتعليم، وبيقول إن دي قضية حياته. دي كانت حكاية توم هاردي، الراجل اللي خلى فينوم يبقى أيقونة، واللي أثبت إن النجم الحقيقي هو اللي يقدر يعمل الأكشن والدراما بنفس القوة. إيه أكتر دور حبيته ليه؟ شاركنا في التعليقات، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. أشوفكم الحلقة الجاية.